السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحه واحسن حال. جايه لكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم وينال رضاكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض اهم تفريزات كده الشتاء من الخضار والفاكهه. دي طبعا تفريزات مهمه بالنسبه لي لشهر رمضان، ومش بس رمضان، لا ده لطول السنه باذن الله. انا بجيب الكميه اللي تكفيني وتقعد معايا لحد اخر السنه باذن الله، او يعني لما الموسم الجديد يطلع باذن الله من الطماطم والخضروات والفاكهه اللي احنا هنعملها النهارده سوا. ففضلا وليس امرا، لو عجبك الفيديو كده حط اللايك والاشتراك ونوريني باشتراكك في القناه. انا هنا النهارده جبت معايا حوالي 17 كيلو من الطماطم، وغسلتهم كويس طبعا تحت ميه جاريه، وشلت الحته اللي هي الخضراء اللي فوق دي اللي هي من عند العنقود بتاعها الاخضر. وبدات ان انا احط كل كميه الطماطم اللي عندي في الحله اللي انا محتاجاها. ومع كل حله كده بحط حوالي ربع كوبايه ميه صغيره، انا بحط بس الميه دي يعني احتياط عشان الطماطم ما تتحرقش او تتلسع في ارضيه الحله من تحت. فبحط ربع كوبايه ميه حبه صغيرين كده عشان الحاجه ما تتحرقش مني. وابدا ان انا اغطي عليها لحد ما تبقى توصل معايا يعني للنتيجه دي. بتحس ان الطماطميه فصلت عن القشره كده، وتحس ان الطماطم ابتدت ان هي تكون مستويه. فببدا هنا ان انا اشيلها من الميه اللي خرجت منها طبعا، لان الميه دي انا مش عايزاها. لان دي الميه لو انت احتفظت بيها في الصلصه بتاعتك هتخليها مره، وفي نفس الوقت دي بيكون فيها املاح معدنيه زياده عن اللزوم، واحنا مش عايزينها او في غنى عنها. فبنرميها وبنستغنى عنها. وانا هنا جبت كميه الطماطم بعد ما صفيتها تماما من الميه وضربتها بالهاند بلندر. انت بقى لو مش عندك هاند بلندر بتستني لما الطماطم بتاعتك تبرد تماما وبتنزليها في الخلاط واحده واحده كده. ومش هتحتاجي ان انت تحطي معاها ميه، لان هي هتبقى اوريدي اصلا ناعمه وطريه، هتدوب معاكي على طول في سكينه الخلاط. وببدأ على طول انزلها كده في مصفى، ما تكونش اخرامها ضيقه ولا تكون اخرامها واسعه، عشان ما تنزليش البذر بتاع الطماطم يعني الاخرام بتاعتها او الفتحات تكون متوسطه كده، لان لو ناعمه هتخلبني في ان انا اصفيها. ولو برضو الاخرام بتاعتها واسعه هتنزل لي بذر، وانا مش عايزه البذر في الصلصه بتاعتي، عايزاها تكون نقيه كده من اي قشر او اي بذر عشان تبقى حلوه ويعني كويسه معانا في الطبيخ. فالمهم انا هنا جبت القشر او العصاره بتاعه الطماطم بعد ما صفيتها هنا وحطيتها في جنب. انا مش هرمي القشر ده، وهتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيه ايه. يعني بجد كنت بندم السنين اللي فاتت ان انا كنت برمي القشر دوت، لان بجد طلع حلو قوي. وجربته في كذا مره ان انا اعمله في الوصفه اللي هعملها معاكم النهارده وطلعت حلوه، ويعني بجد شابوه يعني لان انا اخترعت الفكره دي. انا مش عارفه ان في حد بيعملها تاني بصراحه شبهي ولا لا، بس انا لما جربتها عجبتني وقلت اشاركها معاكم. انا كنت صفيت كده كل كميه الطماطم اللي عندي، وخلاص انا نقلتها كلها في الطبق الكبير ده. ونركن بقى الصلصة بتاعتنا بعد ما صفيناها والعصيرة بتاعة الصلصة كده، ونسيبها في جنب ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انا هنا جبت معايا حوالي 3 4 بصلات كده كبار، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه. طبعا بما اننا عملنا صلصة فانا مش هعمل بس صلصة معاكم النهارده، لا احنا كمان هنعمل تسبيكة المحشي. فقلت بقى بالمرة اعمل البصل كده وادبله واحط التسبيكة بتاعة المحشي، يعني اسيبها تتسوى كده على النار عشان لما افرز الطماطم يبقى معايا عندي الصلصة جاهزة ومعايا صلصة المحشي او تسبيكة المحشي جاهزة. ما اقعدش بعدها ان انا اطلع تاني صلصة واسيبها تفك وارجع ان انا اعملها تاني لتسبيكة المحشي. فقلت كده ايه مرة واحدة ان انا انجزها. وجبت هنا البصل اللي فرمته معاكم ونزلته في شوية زيت، وسبته بقى لما يدبل كده على النار. وانا هنا معايا كميه من البسله طبعا اللي محتاجاها لتفريز السنه كلها. انا بجيب الكميه اللي محتاجاها مع الجزر، وطبعا قشرتها وغسلتها كويس وسبتها تتصفى تماما من الميه. وابدا اجيب حله ناشفه. انا دي بالنسبه لي افضل طريقه بفرز بيها البسله، وبتقعد معايا من السنه للسنه مش بيجرى لها اي حاجه خالص. فالمهم في الحله الناشفه دي بجيب كميه البسله انا محتاجه ان انا افرزها. وطبعا مش بنزل بيها كلها مره واحده، بنزل كده بجزء بجزء عشان اعرف ان انا اتحكم في التقليب كويس. وببدا ان انا اشوحها كده بالمعلقه كويس. وانا هنا بوريكم الفرق ما بين البسله اللي انا شوحتها على النار اللي هي في الطبق الموف ده، اما البسله التانية تحسوا ان هي لسه ايه، اللون الاخضر بتاعها فاتح، انما لما بتشوحها على النار اللون بتاعها طبعا بيغمق لان هي بدات تدخل في اول مرحله من مراحل التسويه. وانا هنا مش عايزاها ان هي تستوي تماما، لا انا هنا يعني يا دوبك كده بسيبها اللي هو ايه تبدا تدخل في التسويه بنسبه مثلا 10% 20% مش اكتر. لان الطريقه دي بتحافظ لي على البسله والجزر ان هم يفضلوا كويسين جدا في الفريزر، ولما بتطلعيها وتسويها ولا بتجلد منك ولا يعني بيجرى لها اي حاجه، وبتلاقي البسله كانها فعلا طازه. فالمهم انا هنا برضه هقول لكم على الطريقه اللي تسووا بيها البسله عشان ما تبوظش منك. انت طبعا بعد ما بتجهزي الصلصه بتاعتك او الصلصه بالشوربه يعني اللي انت هتسوي فيها البسله، انا مش عايزاكي تطلعي كيس البسله من قبلها بمده وتسيبيه يفك ولا اي حاجه، لا انت بتطلعي كيس البسله مباشره من الفريزر على الحله بتاعه التسبيكه بتاعتها. دي افضل طريقه اللي انت تسوي بيها البسله، وباذن الله مش هتبوظ منك.
وهنا كانت البصلة خلاص دبلت معايا، نزلت عليها بالعصارة بتاعة تصفية الطماطم بتاعتي أو الصلصة، ونزلت عليها برضه بكمية من الصلصة كده حلوة عشان دي اللي إن شاء الله هاعملها تسبيكة المحشي، وبانزل عليها بكمية بسيطة من الملح، يعني حوالي معلقتين 3 كده. أنا هنا مش باحدق تسبيكة المحشي التحديقة النهائية، لإن أنا بس حاطة الملح هنا يعتبر كمادة حافظة، ومعايا هنا كمية كده من هريسة الشطة حوالي معلقتين 3 كبار، يعني زي ما أنتِ بتحبي كمية الشطة في الأكل بتاعِك حطي. أنا حطيت هنا حوالي معلقتين كبار، يعني دي كمية مناسبة أوي، مش هتكون يعني spicy أوي. المهم يا بنات أنا هنا كنت باصور لكم والله كل الفلفل الألوان ده وأنا كنت باقطّعه، لكن للأسف بعد ما يعني جيت أعمل save للفيديو ما اتحفظش. فالمهم أنا هنا كان معايا فلفل طبعًا ألوان أحمر وأخضر وأصفر، قطّعته بقى التقطيعات اللي أنا محتاجاها يعني الأيام الجاية في الأكل بتاعي، اللي هو السلايزات الطويلة دي هاحتاجها طبعًا للشاورما، المكعبات الصغيرة مثلًا أحتاجها في العصاج بتاع المفروم والفراخ وكده، ومقطّعة برضه المكعبات دوّة للشيش طاووق، وبرضه مقطّعة هنا فلفل أخضر كده، باحب إن أنا يعني يكون عندي في الفريزر فلفل أخضر كده جاهز على طول إن أنا أحطه في الأكل، بقى بينفعني في أكلات كتير، مكرونة، شاورما، أي حاجة يعني باحتاجه، إن المهم يكون عندي فلفل ملون كده متقطّع في الفريزر. بينجزني بصراحة كده في وقت الطبيخ، مش باكون بقى محتاسة أو إن مثلًا ما عنديش فلفل، فبيبقى الحمد لله باسيبه متوفر عندي، بينفعني في أي طبخة، مش باتزنق إن أنا مثلًا ينقص عليَّ فلفلتين والّا حاجة لأ، باسيبه كده عندي في الفريزر، لمّا باحتاج باسحب منه وارجع أدخّله تاني على طول الفريزر، مش بيجرى له أي حاجة. فالمهم أنا هنا دي كمية الفلفل اللي أنا هافرّزها بإذن الله، وباحطها كده على طول وباغلّفها واقوم عايناها في الفريزر. قال لو أنتِ عايزة تحطيها في أكياس حطيها برضه في أكياس، بتطلّعي تخرّجي الكمية من الكيس وتقومي رابطة عليه تاني ومدخّلاه الفريزر، وهو أصلًا كده والّا كده مش هيلزق يعني جوّه الكيس ولا هيتلج في بعضه. فالمهم أنا هنا معايا كمية من هريسة يعني من الفلفل الحار ده هنعمله هريسة شطة كده سوا، وهتشوفوا أفضل طريقة لهريسة الشطة، والله يا بنات يعني بتقعد معايا سَنة و2 مش بيجرى لها أي حاجة خالص، أول معلقة زي آخر معلقة. فالمهم أنا عايزاكِ تتعاملي بحذر كده وأنتِ بتقطّعي الشطة ليه، لإن بجد بتبقى حارة نار، يعني مش قادرة أقول لِك، مجرد بس ما بتلمسيها كده بإيدِك فعلًا يعني ممكن إيديكِ تحرقِك. فالمهم أنا هنا كنت مكسلة ألبس gloves، فقُلت لأ يالّا خلاص بقى أقطّعهم كده بسرعة، والمهم كنت خايفة أمسكها كده وبامسكها بحذر، فأنا عايزة برضه أقول لِك على ترِك كده حلوة لو أنتِ ما عندكيش gloves تلبسيه أو مثلًا مكسلة تلبسي، فهتدهني إيديكِ كده مسحة زيت وتبدئي إن أنتِ تمسكي الفلفل عادي، لإن الزيت هنا بيعمل كمادة عازلة ما بين الفلفل أو الشطة وما بين طبقة الجلد بتاعة إيديكِ، فبإذن الله إيدِك مش هتحرقِك أو إن هي تتحسس من الشطة. فالمهم أنا هنا كده كنت باشيل الحتة الخضرا الجزء اللي فوق دوّة، وباشيل أي طرف كده من قدّام دبلان، لإن طبعًا أنا مش عايزة أحط حاجة دبلانة في الشطة بتاعتي أو الهريسة، لإن طبعًا كل ما أنتِ بتحطي حاجة جودتها كويسة، كل ما كانت مدة صلاحيتها معاكِ في الفريزر أحسن وتبقى مدتها أطول. فالمهم أنا كده كنت خلّصت كمية الشطة اللي عندي، طبعًا باخدها في الكَبّة أفرمها، أنا باحب بصراحة هريسة الشطة إن أنا أسيبها بالبذر، بتدّي طعم أقوى للشطة يعني بيكون spicy أكتر، وابدأ هنا إن أنا أحط عليها حوالي معلقتين 3 كده كبار من الملح، وشوية من الزيت. طبعًا أنا هنا باحط الزيت عشان يسهّل عليَّ إن أنا لمّا آجي آخد حتة من هريسة الشطة، يسهّل عليَّ إن أنا أكسر حتة من الكيس أو إن أنا آخد معلقة من البرطمان مش بتجمد في بعضها كده جوّه الفريزر، وابدأ إن أنا أقلّبها كويس كده جدًا. وطبعًا أنا هنا باحط الملح برضه يعتبر كمادة حافظة. وبابدأ على طول كده أجيب الأكياس اللي أنا هافرّز فيها الهريسة بتاعتي، بصراحة أنا باحب إن أنا أفرّز الهريسة في أكياس كده، لإن أنا بارقّقها كده خالص وأعملها تبقى طبقة يعني رفيّعة جدًا، بتسهّل عليَّ إن أنا أكسر حتّة كده رقيّقة خالص أو حتّة صغيّرة على حسب ما أنا محتاجة يعني للطبخة، فبتكون أسهل عن ما أنا أقعد أحط في برطمان إن أنا أشيلها مثلًا بسكينة أو بمعلقة وكده. بصراحة دي بالنسبة لي أفضل طريقة، باحطها كده في كيس، وفي الآخر بعد أمّا باجمّد كل كيس لوحده كده باحطهم على صينية طبعًا عشان يفضل آخد الشكل المفروض ده، باقوم حاطاهم في علبة كبيرة من بتاعة اللي هي بتاعة المطبخ دي، العلبة البلاستيك يعني، وعلى طول باسيبها في الفريزر، لمّا آجي بقى أكسر حتّة أقوم آخد حتّة كده إيه بحتّة، ويفضل معايا الكيس محتفظ بشكله دوّة ومش بيجرى له أي حاجة جوّه الفريزر. المهم كده باخد كيس ورا التاني وبابدأ أعبي فيه الكمية اللي أنا محتاجاها كده جوّه الكيس، وبرضه باحاول إن أنا أخرّج كل كمية الهوا من الكيس بتاعي عشان يعني يدّيني فترة أطول لحفظ الهريسة بتاعتي جوّه الكيس. فالمهم أنا هنا بقى كنت وأنا باقفّل الأكياس كده عمّالة أقول طَب أنا هاسيبها كده مفتوحة كده، طَب أنا عايزة أقفلها ومش نافعة إن أنا أربطها من فوق، لإن طبعًا حاطة كمية كبيرة وعايزاها تفضل مفرودة جوّه الكيس. فالمهم قُلت طَب إيه، طَب لمّا أجرّب أجيب كده سكينة من بتوع الأكل اللي باقطّع بيهم يعني، وأسخّنها شوية على النار وأبدأ إن أنا أمشّيها كده على الكيس، يعني تبقى زي الأكياس اللي هي بتاعة الزيب لوك دي يا بنات، اللي هي بتبقى ليها قفل من فوق أو شدّاد من فوق بيقفلها. فالمهم أنا قُلت إيه، هاحوّل الأكياس العادية بتاعة التلاجة للأكياس اللي شبه دي.
فالمهم طبعًا الفكرة بتاعة السكينة دي لمّا سخّنتها على عين البوتاجاز على النار يعني، لقيتها نفعت معايا كويسة بجد، كنت مبسوطة خالص من شكلها، وبدأت إن أنا أفرد بقى إيه، باقي كمية الهريسة كده جوّه الكيس وتاخد راحتها وهي متفرّزة يعني. فالمهم عبيت هنا كل الكمية برضه بتاعتي في الأكياس زي ما أنتم شايفين، وبجد الاختراع بتاع السكينة دي لمّا تسخّنيه، عايزة بقى تقفلي أي كيس كده وعايزاه يفضل مفرود ومحافظة على الشكل بتاعه من غير ما تربطيه أو تعقديه من فوق، اعملي السكينة دي كده. وفي برضه ممكن إن أنتِ تجيبي تحطيها يعني تحطي طرف الكيس بين ورقتين زبدة كده وتمشي عليهم بالمكوة، بس بصراحة دي بالنسبة لي حركة السكينة دي يعني أسرع وأحسن كده، يعني مش هاستنى لسه أجيب المكوة أسخّنها، أو ممكن برضه تحطّي طرف الكيس بين ورقتين زبدة وتمشي عليها برضه بالبيبي ليس أو السشوار اللي هو يعني بتاع الشعر، بس البيبي ليس طبعًا هيكون أقوى. لكن أنا قُلت لأ، هاعملها بالسكينة برضه أسرع بما إني يعني واقفة في المطبخ ومشغّلة كده والّا كده البوتاجاز، اللي هم طبعًا أنا سِبت آخر حوالي كده 3، 4 معالق من هريسة الشطة، وضربت عليهم فلفل أخضر عادي اللي هو الفلفل البلدي يعني ال ال الح مش الحار يعني البارد قصدي، وطحنتهم كده في الكبة وحطيتهم على هريسة الشطة. ده بقى الكيس ده أنا باخلّيه كده إيه يعني إيه، لو عايزة مثلًا أحط منه على دقة بتنجان أو فلفل أو فول وكده، باخد بقى حتة من الكيس ده. فبصراحة يعني بابقى يعني باحب إن أنا أسيب عندي كيس كده فيه فلفل أخضر بspicy وهريسة الشطة السادة خالص، وأنا بقى إيه باحط على حسب استخدامي في الأكل، سواء آخد من الكيس ده أو الكيس ده. المهم ما شاء الله كمية الهريسة أو الشطة بتاعتي عملت لي كمية محترمة من الأكياس، يعني الكمية دي ممكن تكفّيني سَنة ونُص أو سنتين كمان. وعلى طول نبدأ كده في تفريز الحاجة اللي بعد كده وهو البرتقان، مش عارفة بتقولوا عليه برتقان والّا إيه، المهم يعني أنا جِبت هنا كمية من البرتقان اللي هو الأبو سُرّة، وبدأت إن أنا هنا أقشّره كده القشرة بتاعته الخارجية دي بالمقشرة بتاعة البطاطس، عشان أنا محتاجة القشر دوّة هاعمله معاكم إن شاء الله في فيديو تاني هتشوفوا إن أنا هافرّزه إزاي. عايزة أقول لكم يا بنات إن أفضل البرتقان إن أنتم تفرّزوه هو البرتقان اللي بسُرّة، مش بيمرّر معاكِ طبعًا زي البلدي، وفي نفس الوقت مش بياخد سُكّر كتير، وطبعًا البرتقان السُكّري ده بصراحة مش باحس إن هو بيكون كويس خالص في العصير، يعني مش بيدّيني طعم البرتقان، باحس إن هو عبارة عن سُكّر كده وألياف وخلاص. فأفضل برتقان تفرّزيه هو البرتقان اللي أبو سُرّة. طبعًا بتشيلي الجزء اللي فوق اللي هو من عند الحتة بتاعة القمع بتاعه، اللي هو الجزء يعني اللي فيه الحتة اللي شكل السُرّة دي، والحتة برضه اللي من الجنب التاني طبعًا إحنا مش عايزينها في القشر بتاعنا، لإن طبعًا برضه دي ممكن تمرّر لي القشرة اللي أنا هافرّزه. فباستغنى عنها خالص وبارميها، وعلى قد ما أقدر كده باحاول إن أنا أشيل القشرة الخارجية بس من الcover بتاع البرتقان الخارجي، وبابدأ كده على طول بالمقشرة واحدة ورا التانية أخلّص كل الكمية دي، وبإذن الله دي أنا هافرّزها كده بإذن الله يعني إن أنا أعينها تفضل معايا بقى إن أنا أحط منها في الكيكات، في البسكوت، في الحاجات دي، يعني بصراحة الواحد بيحتاج ساعات فانيليا تكون يعني كويسة، ومثلًا لو أنتِ لقيتِ الفانيليا خلصانة من عندِك فتقدري تستخدمي على طول قشر البرتقان دوّة، بصراحة بيكون بديل قوي جدًا للفانيليا وبيكون طعمه جميل. عايزة بقى تعملي كيكة بالبرتقان هتقومي حاطة شوية من القشر دوّة فيها يعني، بس بقى طبعًا بتكوني طحنتيه، وابدأ هنا إن أنا أقسّم كده القشرة الخارجية بتاعة البرتقان بالسكينة كده رايح جاي من فوق، وبابدأ إن أنا إيه، أشيل كده قشرة، قشرة بإيدي. طبعًا دي أحسن طريقة للبرتقان إن أنتِ تقشّريه من غير ما يعني يتبهدل منِّك أو ينزّل مَيّة. فيديو النهارده بإذن الله هنستفاد بكل جزء معانا من الفاكهة أو الخضار اللي إحنا بنفرّزه ومش هنرمي يعتبر حاجة، يعني أخدنا قشر الطماطم اللي خرج مني من تصفية الصلصة وحطيته في تسبيكة المحشي ما رميتهوش، وهاخد برضه دلوقتي قشر البرتقان الخارجي هاعمل منه فانيليا أو بديل قوي للفانيليا أستخدمه في الكيكة، وكمان القشر الأبيض ده أنا مش هارميه. عندِك بقى ممكن إن أنتِ تغليه كده بمَيّة أو تسلقيه بمعنى أصح لحد أمّا يدوب كده ويتهرى تمامًا، وتخلطيه وتحطي منه مع سائل المواعين، بجد بيخلّي ريحة المواعين فُلّة وبتلاقيها بتنوّر كده، أو إن أنتِ ممكن تعملي منه الصابون البلدي. بإذن الله يعني هابقى أعمله معاكم في فيديو تاني، أنا عينته في الفريزر كده على طول الكيس دوّة وما هاحتفظ بيه يعني مش هارميه. فالمهم أنا طبعًا هنا باخد البرتقان بتاعي باشيل الجزء اللي هو من الطرفين، ودوّة مش هارميه دلوقتي هاشوفه هاعمل بيه إيه، لكن أنا مش هاحتفظ بيه في البرتقان اللي هافرّزه، لإن الجزء دوّة ممكن يعمل لي مرارة في البرتقان بتاعي، وطبعًا أنا عايزة الحاجة إن أنا أحتفظ بيها ومش عايزاها تفسد معايا. فالمهم بابدأ هنا أقطّع الجزئين اللي في الطرف دول وأحطّهم في جنب، هتشوفوا دلوقتي أعمل بيهم إيه، وأبدأ إن أنا أقطّع كل كمية البرتقان بتاعتي كده حلقات، بيكون بصراحة شكلها أحلى وكمان أسهل في التفريز، مش بتاخد معاكِ يعني مساحة كبيرة في التفريز.
أنتِ بقى حابة تفرّزي البرتقان كده لوحده فرّزيه، عايزة تضيفي عليه إضافات تانية زي ما أنا هاعمل معاكم دلوقتي بإذن الله، ضيفي برضه. بس بصراحة أنا باحب إن أنا أعمل البرتقان كده أدخّله في عصاير تانية يعني زي ما هتشوفوا دلوقتي، بيدّيني قيمة غذائية عالية وهتشوفوا دلوقتي أنا هاحط معاه إيه. قولوا لي بقى تحت في الكومنتات أنتم بتعملوا البرتقان كده بتفرّزوه لوحده والّا بتفرّزوا معاه حاجة تانية؟ أنا كده كنت خلاص قرّبت أخلّص تقريبًا أو خلّصت كمية البرتقان بتاعتي، وهتشوفوا بقى دلوقتي هاخد الجزئين اللي في الطرف دول وهاعمل منهم أحلى كوباية عصير بجد كده أشربها وأنا واقفة بقى، قُلت يالّا أنا ريقي نشف بقى من الشغل، يالّا أبِل ريقي كده إيه واشرب حاجة حلوة، وطبعًا أنا خدت الطرفين وعصرتهم في ساعتها، لإن مش عايزة إن أنا أسيبه يعني مدة طويلة فيمرر، فعلى طول شربته كده، ومعايا هنا بقى المكون اللي بعد كده الجزر، وطبعًا الجزر ده أنتم هتشوفوا دلوقتي إن أنا هاحط منه مع البرتقان اللي هافرّزه وهتشوفوا إزاي. فالمهم أنا هنا جبت كده كل كمية الجزر طبعًا بعد ما غسلتها كويس وقشرتها بالمقشرة، وابدأ إن أنا سِبتها تتصفى برضه كمان، وابدأ إن أنا أقطّعها كده معايا بالسلاح دوّة ما أعرفش اسمها إيه يعني، بس هي المُتعارف يعني عليها إن هي سكينة بتاعة تقطيع اللفت أو البطاطس. فبابدأ هنا بقى أقطّع الجزر بتاعي يعني بالتقطيعة اللي أنا عايزاها في الأكلات بتاعتي، مثلًا باقطّع السلايزات دي أو الشرايح دي أحطها مثلًا في صينية تورلي، في صينية مثلًا كوسة مع جزر، باحب أوي أعمل الmix ده، وبابدأ برضه إن أنا أقطّع هنا حلقات أو دواير صغيّرة، دي برضه بإذن الله هاسلقها كده وأحطها مع البرتقان يعني بعد كده هاعصره عصير يبقى حلو كده مع بعضه. أو إن أنتِ عايزة مثلًا تقطّعي جزء مثلًا لشوربة الخضار، عايزة تقطّعي مكعبات صغيّرة مثلًا تعينيه يبقى لوحده مثلًا تستخدميه في أي أكل، بس أنا الصراحة استخدمت يعني النهارده كمية من الجزر اللي هو لوحده في جنب، لإن أنا برضه استخدامي فيه مش كتير. فالمهم أنا هنا جِبت طبق كده وحطيت فيه الجزر اللي أنا قطّعته، وهابدأ برضه إن أنا هنا أقطّع حلقات من الجزر، دي بقى إيه إن أنا هاسلقها تبقى أحطها يعني مع البرتقان بتاعي، والكمية اللي فاتت قُلت دي تبقى تستخدمي بقى إيه في الفريزر لمّا أحب مثلًا أعمل طبخة فيها جزر هاطلّع من اللي أنا فرّزته، وأبدأ هنا على طول إن أنا أحط الجزر كده واحدة ورا التانية لحد ما أخلّص كل الكمية اللي أنا محتاجاها لكمية البرتقان اللي عندي. وأحب طبعًا أقول لكم أنا عارفة إن أنتم كلّكم شاطرين، بس لو حد مش عارف المعلومة دي يعني، إن أفضل جزر بتفرّزيه هو الجزر بتاع الشتا بصراحة بيكون طعمه حلو، وكمان بيكون الجزر كويس يعني وسليم من جوّه، مش بتلاقي الجزرية كده مفضية أو شايخة من جوّه، فأحسن وقت تفرّزي فيه الجزر هاتيه اللي هو بتاع الشتا ده، بيكون طعمه كويس وحلو. فالمهم أنا هنا هاخد الكمية دي طبعًا أحط عليها مَيّة كده وأحطها على النار تتسلق، طبعًا عايزاها تتسلق بس ما تكونش مهرية، يعني تكون متماسكة برضه. وابدأ هنا آخد كمية الجزر اللي أنا سايباها طبعًا أنا سايبة كده كام واحدة عشان أنا باحب إن أنا أعمل يعني جزر مبشور، بينفعني برضه في أكلات كده كتيرة، أحط برضه منه مع عصاج الفراخ، أحط مثلًا مع عصاج اللحمة لو أنا حابة مثلًا أعمل مع السمبوسة أو مع المفروم، يعني باحب إن أنا إيه، يبقى عندي جزر مبشور باستخدمه بصراحة في أكلات كتير، وابدأ هنا إن أنا أبشره بصراحة كسلت إن أنا طبعًا أنزّل الkitchen machine قُلت بقى ومش مستاهلة يعني هُم كام جزرة، هاعملهم على طول كده بالمبشرة، وطبعًا بتبدئي بالحتة التخينة وتخلّي الحتة الرفيّعة هي اللي من ناحية إيديكِ عشان تعرفي تمسكيها، وفي نفس الوقت ما تتعوريش. ويا سلام بقى لو إحنا بنشتغل في المطبخ بنفس السرعة بتاعة الفيديو دي، بجد الواحد كان هينجز كل شغله في 5 دقايق. فالمهم أنا هنا كنت خلّصت تعتبر كمية الجزر المبشور اللي عندي، أنا هنا بصراحة مش باكتّر كمية يعني من الجزر المبشور، لإن أنا عارفة استخدامي، وكمان عندي جزر من بتاع السنة اللي فاتت يعني كنت مفرّزاه أصلًا رمضان اللي فات، فلسه متبقي عندي كمية عشان كده ما كتّرتش الجزر المرّة دي، لإن أنا لسه متبقي عندي بتاع السنة اللي فاتت والحمد لله سليم وزي الفل، باسحب طبعًا من بتاع السنة اللي فاتت الأول ولمّا بتاع السنة اللي فاتت يخلص هابدأ أسحب من الجديد بإذن الله. المهم أنا هنا جِبت كمية الجزر المبشور بتاعي، وبابدأ إن أنا كده أعبيها في علب أو أكياس زي ما تحبي يعني، أو حتى الأطباق الفِل على حسب استخدامِك وعلى حسب المكان عندِك في الفريزر تقدري يعني تحطي فيه، لكن بصراحة يا بنات باحس إن الأكياس يعني مش بتاخد مكان أوي خصوصًا في الحاجات اللي هي الرفيّعة أو اللي هي مبشورة وكده مش بتاخد مكان معايا، لكن هنا عشان التصوير بصراحة حطيتهم هنا في أطباق كده اللي هي البلاستيك دي أو العلب البلاستيك، وبعد كده فضيتهم في الأكياس، لإن أنا بصراحة عايزة إن أنا يكون عندي الحاجة منظمة وما تاخدش مكان معايا، لإن طبعًا لسه في تفريزات جاية بإذن الله هاعملها معاكم، ومحتاجة ليها مكان عندي في الفريزر. ومعايا بعد كده البطل بتاع الفيديو هو البنجر، أنا طبعًا باحب إن أنا جدًا إن أنا أفرّز البنجر يعني الأحمر ده، وبيبقى طبعًا الموسم بتاعه أفضل وقت ليه يعني البنجر بتاع الشتا ده، فباجيب هنا معايا كمية من البنجر طبعًا وقشرتها بالمقشرة كده،
وغسلتها كويس، وطبعًا مش باكتّر عليها في المَيّة بعد ما بتتغسل يعني عشان ما تنزّليش فوايد كتيرة في الغسيل. فالمهم شطفتها شطفة كده كويسة طبعًا قبل ما أقشّرها، وبعد ما قشّرتها كمان، وبابدأ إن أنا هنا أقطّعها كده معايا في حلة، وحبيت بصراحة إن أنا أقطّعها بإيدي يعني مش على القطّاعة أو البلانشة، عشان باحب أوي إن اللون الأحمر بتاعها ده يطبع في إيديّا كده، يا سلام لو لون إيديّا كده على طول. فالمهم أنا باحب إن أنا جدًا يبقى عندي بنجر في الفريزر، لإن بجد يعني فوايده هايلة يا بنات. أولًا بيرفع الأنيميا ومفيد جدًا لصحة القلب، وكمان بيحسّن كده من نضارة البشرة وبيخلّيكِ كده حيوية ونشيطة، وبجد فوايده عظيمة جدًا، سرّشوا عليه على جوجل هتلاقوا ليه فوايد كبيرة جدًا. فالمهم أنا خدته طبعًا وسلقته كده على النار، حطيت عليه مَيّة يعني وسِبته لمّا يتسلق، ومعايا هنا يوسفي أو استفندي يعني زي ما بتقولوا. أنا هنا مش هافرّز اليوسفي، أنا هنا محتاجة القشر بتاعه. فالمهم أنا بابدأ إن أنا أقشّر كمية اليوسفي أو الاستفندي بتاعي كده، وباحوش الحتّة اللي هي اللي فيها العنقود بتاعها دي بارميها، مش عايزاها، وبابدأ إن أنا آخُد القشر طبعًا بعد ما غسلت اليوسفي كويس جدًا ونشّفته كمان، وسِبته بقى إيه، يعني لمّا تصفّى كل المَيّة اللي فيه، بابدأ إن أنا آخُد القشر. طَب هتقولي لي هتعملي إيه يا ميادة بالقشر دوّة أو هتفرّزيه ليه؟ هاقول لكم دلوقتي هاعمل بيه إيه. بُصّي بقى يا سِت الكل، القشر دوّة أنتِ طبعًا بتاخديه وبتحتفظي بيه، عايزة تحتفظي بيه سليم كده زي ما هو احتفظي بيه، لكن أنا بصراحة يعني باحب إن أنا الحاجة تبقى جاهزة معايا على الاستخدام، فهاخده دلوقتي هتشوفوا هاعمل بيه إيه. أولًا أنتِ ممكن تستخدميه مثلًا تغسلي بيه الطيور بتاعتِك مثلًا زي الفراخ، البَط، الحمام، السمان، الحاجات دي كلّها طبعًا بيبقى فيها شوية من الزفارة، فأنتِ ممكن تستخدميه معاكِ تغسلي بيه كده بيه الطيور بتاعتِك أو الدواجن، يُعتبر زي محلول النقع كده، أو بعد ما تنقعي مثلًا الفراخ في محلول النقع تغسليه بقشر اليوسفي ده. هاقول لِك دلوقتي إزاي. أنا عن نفسي يعني كميادة هاخد القشر اليوسفي ده وهادعك بيه الفرخة مثلًا معايا كويس الأول بيه. طبعًا أنا دلوقتي هاخده وهافرمه معاكم في الكبة، فهاخد منه حوالي كده معلقتين كده مثلًا أغسل بيهم الفرخة. آخُد كمية من القشر دوّة أدعك بيه الفرخة كويس جدًا من برّه وجوّه، وبعدين أحطها مثلًا إيه في شوية مَيّة كده بجنزبيل بليمون، ويعني دقيقتين كده 3 ومش هاطوّل عليها طبعًا وهاشيلها، لإن القشر بتاع اليوسفي يعتبر يعني شال لي يمكن 99% من ريحة الزفرة، لكن زيادة التأكيد أنا باحب بصراحة إن أنا أحطها في محلول النقع، يعني عشان إيه، يعني لو في حتة ما طريتهاش إيدي وكده يعني تكون نضفت معايا كويس. فالمهم أنا الطريقة دي طريقة جدتي يا بنات، هي بتستخدمها يعني على طول، ربنا يديها الصحة يا رب ويشفى عنها. فأنا أخدت منها الطريقة ديّة، هي بصراحة بتعملها على طول بقشر اليوسفي وقشر البرتقان، لكن أنا حبيت إن أنا أعملها بقشر اليوسفي طبعًا لإن ريحة القشر بتاع اليوسفي أقوى من ريحة القشر بتاع البرتقان يعني كتنضيف للطيور أو الدواجن. وهاخدهم على طول وفي الكبة هاضربهم وبس كده، وبقى عندنا أحلى يوسفي مضروب كده أو مطحون، يبقى جاهز معانا كده على طول على غسيل الدواجن. وبس كده بالشكل دوّة، يبقى كده خلّصنا قشر اليوسفي كده وعلى طول نحطه في الكيس بقى ونفرّزه في الفريزر نحتاجه في أي وقت نلاقيه قدامنا، من غير نستنى إن إحنا نجيب يوسفي ونقشّره ونغسله ونفرمه وكل الكلام ده. إحنا على طول حاجتنا هتبقى جاهزة كده في الفريزر يا بنات ونطلّع ونشتغل على طول. وطبعًا أنتم عارفين إن بيبقى موجود بس في فصل الشتا، فأنا بافضّل إن أنا أجيب كمان كمية يعني لسه بإذن الله، وهاخزّنها معايا عشان تبقى موجودة معايا طول السنة، لإن طبعًا الكمية دي بالنسبة لي أنا صغيّرة أوي. يالّا بقى عايزة أشوف مين شطورة بتعمل كده زيي، أو مين فاكرة كده إن والدتها يعني أو جدتها كانت بتعمل كده وتعرّفني في الكومنتات تحت. واوعي تكوني لسه مكملة معايا لحد هنا واستفدتي بكل المعلومات اللي أنا اديتها لِك في الفيديو وما اشتركتيش ونورتيني باشتراكِك في القناة، وما تنسيش تحطي كمان اللايك لإن اللايك ده هيشجعني إن هو يرفع الفيديو، فأنا هاتشجع بإذن الله أنا أستمر في تنزيل الفيديوهات وهاديكم كل الأفكار الحلوة اللي تساعدكم في المطبخ. فالمهم أنا هنا كده حطيت كمية، طبعًا أنا مش عايزة أملي الكيس بتاعي، لإن أنا عايزة الكيس إن هو يكون رفيّع خالص عشان ما ياخدش معايا مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت لمّا آجي أحتاج آخد منه أكسر الحتة كده بكل سهولة، من غير ما أتعذب يعني وهي هتكون جامدة ومتلجة، فأكسرها بكل سهولة. فأنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أخلّيها طبقة كده رقيقة ورفيّعة جدًا عشان تسهّل عليَّ الكسر. فأنا كده أخدت ال الح شوية يعني من قشر اليوسفي المضروب وحطيتهم في الكيس وخرّجت منه كل الهوا وقفلت الكيس، وبابدأ إن أنا بقى إيه أفردها كده بإيدي بسمك رفيّع جدًا.
وتعالوا بقى اقول لكم على استخدامات قشر اليوسف غير ان احنا بنغسل بيها الطيور او الدواجن. على فكره ممكن تاخدي منه حته صغيره وتحطيها على الشربات او الشيره بتاع الحلويات، بيدي طعم وريحه حلوه جدا بدل الليمون يعني لو ما عندكيش ليمون. وممكن كمان تستخدميه في الكيكات والبسكوتات، بجد بيبقى طعمه حلو ومش بيمرر خالص. انا جربتها كتير جدا. هو قشر اليوسف وقشر المندولين باخده كده اطحنه مع خليط الكيك عادي، ومش بيديني اي مراره خالص، بالعكس بيديني طعم حلو وريحه كمان جميله. فالمهم انا هنا كان عندي الجزر اتسلق خلاص والبنجر كمان اتسلق. فالمهم ومعايا البرتقان اللي انا قطعته، وابدا هنا ان انا ايه امكس بقى كده من العلبه من كل الحاجات اللي عندي دي، اللي هو الجزر والبرتقان والبنجر طبعا، عشان انا عايزه هنا اعمل باذن الله عصير كده كوكتيل من كل الحاجات دي. وهتشوف انا هنا همكسهم ازاي. وممكن كمان ان انا اخلي مثلا علبه لوحدها من صنف واحد زي ما هعمل معاكم باذن الله في الفيديو. الهدف من فيديو النهارده ان انا اعرفك ازاي تفرزي الحاجه باحسن استخدام ليها او احسن تفريز ليها من غير ما تبوظ، وفي نفس الوقت ان انت تستغلي فاكهه الموسم مثلا او الخضار اللي موجود في الشتاء، ولو حابه تستخدميه في الصيف فتعيني لك منه كده كام كيس ولا حاجه ينفعوكي في الصيف باذن الله. فانا هنا بسهل برضو على نفسي يا بنات الشغل في المطبخ ووقفه المطبخ، لان طبعا عارفين الوقفه في رمضان وفي الشتاء كمان يعني النهار بيكون قصير، فانا بحب ان انا انجز كده حاجتي ايه بسرعه في المطبخ عشان ما افضلش طول اليوم واقفه في المطبخ. فانا هنا كنت خلاص خلصت الاطباق بتاعتي. طبعا عملت جزر ببرتقان لوحده، جزر وبرتقان وبنجر، وطبق بنجر لوحده كده بقى قلت احطه مع اي عصير. وده كان الميه بتاعه سلق البنجر يا بنات، انا ما رميتهاش، قلت اما اعصر كده شويه عصير ايه نشربهم في اليوم ده يعني. فاخدت الميه اللي اتسلقت بتاعه البنجر ما رميتهاش لان دي فيها فوائد كبيره جدا، ونزلت كده بكام شريحه من البرتقان على شويه من الجزر برضو على كام شريحه كده من البنجر، وكل ده خدته مع شويه سكر وعلى طول بالهاند بلندر او في الخلاط. ودوقي بقى احلى عصير مليان بجد فوائد يعني لا تعد ولا تحصى. ودي كانت كوبايه العصير بتاعتي، يعني بجد كان طعمها فوق الممتاز. وطبعا انتوا عارفين الفوائد بتاعتهم كلهم. وانا هنا كان معايا كده كام كوسايه كانوا هيبوظوا في التلاجة، فقلت اما اقطعهم كده واظبطهم واحطهم في طبقي وجاهزين معايا على الاستخدام. لكن بصراحه يا بنات وللامانه انا ما بحبش ابدا افرز الكوسه، لان مهما اجرب يعني طرق وكده بلاقيها بعد لما اجي اسويها يعني بحس ان هي مجلده كده ومش بتكون حلوه خالص في التسويه. فنصيحتي ليكم ما تفرزوش كوسه يا بنات. انا بس جهزت الطبق ده يعني سبته معايا في التلاجة وخلاص. ونيجي بقى للمكون الأساسي في كل التفريزات بتاعتنا سواء صيف أو شتا، واللي كل الدول ما بتستغناش عنها، وهي الصلصة. أنا كنت خلاص يا بنات طبعا انتوا عارفين ان انا كنت رفعت الصلصة بعد ما صفيتها كويس وحطيتها على النار لحد ما اتسبكت وبقت معايا بالقوام ده. لكن للأسف المقطع يعني ما اتصورش معايا من الأول، أو بعد ما كنت باصور لقيته مش موجود. فأنا كنت عبيت حوالي 4 برطمانات ورق أهمت من الصلصة، وحوالي كام كيس كده من الصلصة، وكملت الباقي معاكم أهو في الفيديو. وطبعا لما بنحط أي حاجة يعني في برطمانات في الفريزر مش بنملى البرطمان للآخر، لأن طبعا مع التفريز وكده بتحس ان هو حجمه بيزيد شوية، فعشان البرطمان بتاعك يعني ايه الغطا بتاعه ما يفتحش من فوق منك وما تعرفيش تتصرفي فيه، فسيبي حبة منه في الآخر كده مش ملانين على الآخر يعني. وانا هنا خلاص كنت قربت يعني اعبي كل الصلصه بتاعتي، وعبيت شويه في برطمانات وشويه في اكياس، انتي بقى على حسب استخدامك اعملي. لو هتحبي في برطمان كده زي ما انا عملت، طبعا بتطلعي البرطمان وبتخليه يعني بتنزليه من الفريزر للتلاجة، وبتخليه بقى بيقعد معاكي شهر او شهر ونص في التلاجة، تسحبي منه معلقه بمعلقه على الطبيخ بتاعك، وبتزودي بقى ايه على الصلصه بتاعتك او المعلقه اللي اخدتيها الميه او الشوربه على الطبيخ بتاعك. ولو عايزه تعبي في اكياس كده يعني الكيس على قد الطبخه وخلاص اعملي كده برضو، كده برضو هيكون احسن يعني لو انت ما عندكيش البرطمانات دي. فكده خلاص خلصنا الصلصه الحمد لله وباحسن طريقه. يلا ندخل بقى على تسبيكه المحشي القمر بجد. انا اعتمدت الطريقه دي خلاص ما عدتش هغيرها ابدا، اللي هي بتبقى فيها التفل او العصاره بتاعه قشر الطماطم اللي احنا فرزناها مع بعض او سبكناها سوا يعني. فبصراحه بتخلي المحشي من جوه لونه احمر وحلو قوي من غير ما انت استخدمتي كميه طماطم كبيره او صلصه كبيره يعني. فعشان ما تهدريش معاكي في كميه الصلصه كلها وتحطيها في المحشي وهي كده ولا كده في الاخر يعني مش هتكون برضو يعني باللون الاحمر القوي. لكن لما بتحط تفل بصراحه بيخليها لونها احمر وكانك حاطه كميه صلصه كبيره، وكمان بيكون الطعم حلو كده ومسكر وبجد بيبقى سايح وشبه الزبده. جربوا المحشي بالطريقه دي او تسبيكه المحشي بالطريقه دي بجد ومش هتندموا ابدا وهتعتمدوها على طول باذن الله.
وأنا هنا عبيت صلصة المحشي أو تسبيكة المحشي في علبة كده زي ما أنتم شفتوا، العلبة بتكون على قد الطبخة بتاعتي أو على قد الكمية اللي هاعملها يعني في يوم، وبرضه كمّلت شوية في أكياس، قُلت عشان لو أنتم مش عندكم علب تقدروا برضه تفرّزوا تسبيكة المحشي في أكياس كده، وبيكون الكيس مثلًا على قد الطبخة بتاعتِك وعلى قد استخدامِك، وبس كده بتربطيه بقى من فوق أو بتقفليه وتحطي الصلصة بتاعتِك دي أو التسبيكة بتاعتِك في الآخر في علبة براحتِك يعني، لكن أنا بصراحة يعني ربطتهم كده وجمّعت كل الأكياس بتاعة تسبيكة المحشي في علبة وقفلت عليها عشان أبقى عارفة إن دي خاصة بتسبيكة المحشي. أنا باقسّم الفريزر كده بتاعي يا بنات، باحط كل حاجة في علب حتى لو أنا يعني حاطة في أكياس لكن في الآخر يعني بارجع أجمّع الأكياس مع بعض فوق بعض كده وأحطهم في العلبة واكتب على العلبة من فوق إن دي مثلًا بتاعة تسبيكة المحشي، دي مثلًا بتاعة أكياس الصلصة الصغيرة، كده فاهمين؟ بصراحة يعني الطريقة دي بتسهّل عليَّ التنظيم بتاع الفريزر، عشان أنا عندي الفريزر اللي هو الأُفقي مش الرأسي اللي هو الأدراج ده. فبس كده أنا خلّصت كمية تسبيكة المحشي بتاعتي وعبيتها في الأكياس برضه وعبيت الباقي في العلب، وخلاص كده كانت معايا أحلى تسبيكة محشي جاهزة معايا للاستخدام، وأنا برضه فرّزت معاكم الكرنب قبل كده. فبصراحة يعني لمّا أنتِ بتلاقي الكرنب والصلصة وخضرة المحشي كمان فرّزناها، فبتحسّي إن الدنيا سهلة معاكِ وبتلاقي طبخة المحشي بجد بتخلص معاكِ يعني لَف الحلة كده بيخلص في 10 دقايق. وأنا هنا كنت سِبت البسلة اللي ضبّطتها يعني معاكم في الفيديو لمّا بردت تمامًا، وأبدأ إن أنا أعبّيها في العلب، وبرضه العلبة بتاعتي على قد الطبخة، لكن بصراحة العلب دي يا بنات أنا بالنسبة لي كعدد أفراد أسرتي تبقى كبيرة جدًا يعني على عدد الأفراد، لكن أنا سايبة العلب دي مثلًا لمّا يبقى عندي عزومة أو عندي عدد أفراد أكبر أو كده، معزومين على الغدا أو على الفطار في رمضان بإذن الله، لكن أنا بارجع أضبّط الكيس برضه بتاعي أهو، ده بقى على قد أفراد الأسرة، فهاسيب دوّة على قدنا إحنا كده إيه بإذن الله، والعلب تبقى للعزومات. بس كده، وبابدأ أعبّي كيس ورا التاني وباخرّج منه كل كمية الهوا وأقفل الكيس وخلاص كده، بيبقى معانا أحلى بسلة بتقعد معايا بجد يعني من السنة للسنة. الطريقة دي يا بنات أنا يعني آخدة الطريقة دي بصراحة من حماتي، ربنا يدّيها الصحة يا رب ويشفي عنها دعواتكم ليها، هي يعني معتمدة الطريقة دي يعني من أكتر من 25 سنة بتفرّز بيها البسلة كده وعمر ما في منها بسلة باظت. فأنا أخدت منها الطريقة، ومن يوم ما اتجوزت بصراحة يا بنات وأنا باعمل الطريقة دي في التفريز بتاع البسلة يعني، ومعظم الخضار أنا كنت باسألها على التفريزات بتاعة الخضار برضه، وباسأل يعني والدتي ربنا يبارك فيهم يا رب وفي أمهاتكم جميعًا، هُم بصراحة بيبقى عندهم الخبرة كده وبيبقوا مجربين كل الحاجات دي قبل كده، فأنا بدل ما أعمل حاجة وتبوظ مني بصراحة باسأل يعني الكبار، وهُم بيبقى عندهم خبرة ومجربين بقى تجربة سنين وخبرة سنين، وبنعمل بطريقتهم، وما فيش أحسن أكيد من طريقة الأمهات والأجداد كمان. فأنا كده كنت خلّصت كل كمية البسلة بتاعتي، وطبعًا لازم أخرّج كويس من الكيس أي هوا فيه، عشان يدّيني مدة صلاحية أطول، وباعينها كده أحطّهم في علبة وفي الفريزر. وتعالوا بقى نشوف كده إنتاجية اليوم بتاعنا، اللي بجد هتسهّل علينا الشغل جدًا في رمضان، وفي غير رمضان بقى يعني ينفعنا في طول السنة بإذن الله. ده قشر اليوسف طبعًا يا بنات اللي فرّزته، أنا والله يعني خلّصت الكمية الأيام اللي فاتت دي بتاعة قشر اليوسف في تنضيف الطيور اللي كنت هاضبّطها معاكم يعني، وبإذن الله الفيديو ينزل لكم كمان يومين. فخلّصنا كده الشغل بتاعنا، وبُصّوا بقى الحاجة متفرّزة إزاي بكل نظافة كده ونظام كمان، ونرصّها في الفريزر بتاعنا، وربنا يدومها نعمة يا رب علينا كده ويحفظها من الزوال طولة العمر، ويكتّر الخير في بيوتنا كده جميعًا وبيوتكم بإذن الله، وما يحرمش أي حد من أي حاجة نِفْسه فيها، ويدّي له يا رب كده كل اللي نِفْسه فيه. وده كده كمان الفلفل الألوان. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك ونوريني باشتراكك في القناة. مع السلامة.